في أواخر شهر فبراير لسنة 2012 اتعرض الأسد بريتي بوي لموقف صعب، موقف حطه في مواجهة مباشرة مش مع أسد أو اتنين، دي مواجهة مع 4 أسود بالغين، ومش أي 4 أسود، دي أسود سلاتي ميلز الأقوياء. احتمال كبير أو منطقي إنه يصعب عليك في البداية. الأسد بريتي بوي اللي يعتبر واحد من أساطير المابوجو محاصر ووحيد في مواجهة 4 أسود. إنما لأ، بالرجوع لليلة المعركة هتكتشف إن الأسد بريتي بوي هو نفسه اللي كان بيطارد الأسود ال4. أنت شفت الجبروت واصل لفين؟ الواقعة دي حصلت في أواخر شهر فبراير لسنة 2012، وفيها بنشوف الأسد بريتي بوي وهو متواجد بالقرب من أسود سلاتي ال4، الأسود الأقوياء اللي عملنا عنهم فيديو قبل كده. كانوا في مواجهة وشيكة مع الأسد بريتي بوي. في الليلة دي المتابعين رصدوا الأسد بريتي بوي وهو بيتجول بمنتهى الأريحية بالقرب منهم. مش بس تجول، ده كمان بدأ يظهر زئير تحدي بدون خوف أو تراجع. وإن كان بريتي بوي بالشجاعة الكافية لتحدي أسود سلاتي ال4، فهم كمان كانوا على استعداد لمواجهة واحد من عصابة المابوجو. ساعات الليل مرت وطلع نهار اليوم التالي علشان أخيرا الأسود ال4 يوصلوا لمكان بريتي بوي، وزي ما انت شايف قبلوا التحدي. معركة عنيفة، وإن أظهرت شجاعة بريتي بوي إلا إنها كمان أظهرت عنف وشراسة أسود سلاتي. الأسود ال4 حصروه وتغلبوا عليه بشكل واضح، حتى إن المعركة دي لو كانت استمرت لكان بريتي بوي في خبر كان. إلا إن التدخل المفاجئ للأسدين ماكولو ومستر تي كان كفيل بإنقاذ أخوهم من إيدين سلاتي ميلز، وفعلا اتشتت الأسود ال4 ونجا بريتي بوي من إيديهم بأعجوبة. الأغرب بقى هو اللي حصل بعد كده. بريتي بوي برغم إنه خرج من المعركة دي بإصابات بالغة، لا دي إصابات خلت الحراس والمصورين يتأكدوا إن بينه وبين الموت أيام قليلة. وممكن ده واضح من المقاطع اللي قدامنا واللي بتظهر قد إيه إصاباته كانت عنيفة. وبالرغم من كده بريتي بوي نجا من كل إصاباته، وفي أقل من أسبوع بس كان رجع لحالته الطبيعية. الغريب بقى إنه في شهر مارس، يعني بعد أقل من شهر واحد، مستر تي اتقتل على إيد نفس الأسود ال4. وده اللي أظهرناه في فيديو سابق على القناة هنا. والأعجب إنه الأسد بريتي بوي اللي كان مصاب هو اللي تعاون مع الأسد ماكولو ورجعوا للانتقام من أسود سلاتي. وقد كان، ودي نهاية حتمية للصراع ده ما بين المابوجو وما بين سلاتي ميلز. بيحتم علينا سؤال منطقي: تفتكر الأسد بريتي بوي كان بقوة باقي إخواته؟ هستنى أسمع إجابتك في التعليقات. وفي الأخير أتمنى يكون الفيديو عجبك وتكون عرفت قصة جديدة ما كنتش تعرفها. وأخيرا أتمنى لو تدعمنا بإعجاب بالفيديو وتنضم دلوقتي لأسرتنا المتواضعة لمتابعة المزيد من الفيديوهات.